بالنسبة للقرار ده وهو إنك إزاي هتقدر تشتغل على جهازك اللي في الشركة وإنت قاعد في البيت. تابع معايا. طبعا كلنا عارفين إن إحنا بنشتغل على جهازنا كل يوم، وبالنسبة لسيادة الوزير لما قال إن إحنا نشتغل عن بعد، فأنا حضرت لك كام طريقة تقدر تستخدمها. بالنسبة للناس اللي مش عارفة إيه هو الريموت ديسكتوب أو الار دي بي، هو إنك بتبقى قاعد على جهازك اللي في البيت، وطبعا بعمل لك تانل في بي ان إنك تقدر تشوف وتتحكم في جهازك اللي في الشركة وتشتغل عليه كأنك قاعد في الشركة بالظبط. والموضوع ده آمن جدا ومفهوش أي مشاكل. واما بالنسبه للناس، انا بتكلم على الناس اللي مش عارفه، والناس اللي عارفه كويس وشغاله وعندها ستاتيك اي بي ومشغله الاوبن في بي ان او شغاله بدي دي ان اس، تكلمني لو مش عارفه تشغل الفي بي ان. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه في برنامج بسيط كده، هنسطبه على جهاز الشركه ونسطبه على جهاز البيت، ونبدأ بعد كده هنعمل اتصال أول كامل حاجة متكامل. هنيجي على جهاز الشركة. جهاز الشركة اللي أنا عايز أدخل عليه من الجهاز بتاعي داخل البيت، يعني أنا عندي لابتوب في البيت أو جهاز كمبيوتر وعايز أشتغل على الجهاز بتاعي في الشركة. هاجي على جهاز الشركة ده اللي أنا هسطب عليه البرنامج، هدخل على المتصفح عادي جدا، هدخل أكتب ار ادمن اهي في بي، ماشي. بعد ما يفتح معايا صفحة زي دي، هدخل هنا على داونلود، هعمل فري داونلود. تمام. بعد ما يحمل معايا اهو، طبعا انا حملته قبل كده بس هحمله عادي معاكم تاني، مساحته يعني مفيش، بنتكلم في 46 ميجا. بعد ما يحمل هيظهر عندك بالطريقة دي، هتسطب، هتعمل سيت اب عادي خالص، هتوافق، ماشي. وبعد ما يفتح معاك هيظهر عندك، طبعا مش هيظهر عندك دول لان دي شبكات انا اللي مكريتها، انا اللي عاملها يعني. هيظهر عندك حاجتين بس، حاجة اسمها كريت وحاجة اسمها جوين. طبعا احنا جوين دي يعني انا عايز اعمل تسجيل دخول لشبكة، احنا ما عندناش شبكة، ما عملناش شبكة قبل كده. جوين دي هنعملها على الجهاز بتاعك في البيت بعد ما نعمل كريت نتورك. في النيم هنا هتحاول تكتب اي اسم مش جديد، يعني ما يكونش حد اختاره قبل كده. زي مثلا ايه، زي مثلا إيه، حاجة شبه كده مثلا اهو. هنعمل باسورد قوي، ماشي. نحاول نعمل باسورد قوي، ماشي، ونعمل كده. طبعا الاسم ده متاخد قبل كده، فهضطر نعمل حاجة تانية كده ملهاش ايه، ملهاش اسم متاخد قبل، بس هي كده كريتت. هنا كريت معانا دي الشبكة بتاعتي، ما عليهاش حد. الشبكة دي بمجرد ما انا اروح البيت هتحفظ الاسم اللي هو ده، ماشي، الاسم النيم ده، وهتعمل